كان عندي عزومة ومحتارة اعمل ايه. جبت بطة وفرخة وحمام ونص كيلو من اللحمة وجهزتهم بطريقة مختلفة وعملت سفرة خطيرة تشرف قدام اي حد. يلا قبل ما ندخل على الفيديو صلي على النبي في الكومنتات واعملي لايك واشترك في القناة لو لسه مش مشتركة وشيري الفيديو لاصحابك لو الفيديو عجبك. اول حاجة جبت بصلية كبيرة وبشرتها. وبصوا البتاعة دي بتفرق جدا، ونزلت عليها بمعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة من الملح، وفضلي فروكي فيها في البط والفراخ والحمام. التتبيلة دي بتحولها في حتة تانية خالص. اول حاجة بتشيل منها الزفارة وبتديها طعم خطير. وبعد كده بقى ايه، اعمليها بقى بالحشوة اللي انت بتحبيها، بس اهم حاجة ان احنا لازم نعملها بالتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. دي تتبيله بسيطه وبصوا بتبقى خطيره. افضلي بقى دلكي بقى في البط والحمام والفراخ. وهنا احنا هنعمل بط عادي بالطريقه الدمياطي، انما الفراخ والحمام هنعمله بحشو خطير وجديد وتحفه. خلاص بعد ما اتاكدت خلاص ان كله اتدلك مع الحمام وخلاص اتشرب، اول حاجه يبتدي بيها البط ده عشان دي اول حاجه بتاخد سوا. وانا هنا ابتديت في العزومه الساعه 1 وكانت خلصانة معايا على الساعة 4 كده. بكل حاجة يعني الأكل كان جاهز وقفلت كل حاجة، كانت الساعة 4. هنا جبت بصل. بصوا أنا بحب مرتة الدمياطي بحب أحط فيها بصل كتير، فهنا جبت 3 بصلات كبار وبقطعهم. وانا مش بحب اضربهم في الكبة نهائي، لو انت بتحبي تضربيهم اضربيهم في الكبة، بس المرتة متقطعها على ايدك بتبقى احلى. وهنا معلومة حبيت اقولها لكم، ان انا لما باجي اقطع البصل مش بحوش الراس من فوق، علشان ما اجي اقطعه ما يتفتفتش مني. ونزلت بمعلقة من السبع بهارات ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الملح، ودي المعلقة اللي انا مستخدماها. ونزلت بمعلقتين كبار من الزبيب، وفضلي بقى افركي فيهم كويس جدا. بصوا افركي كويس، يعني اهم حاجه بقى في المرتة ان انت تفضلي تفركي فيها كويس جدا لحد شايفين لما تنزل معايا ميه كده خلاص تبقى خلاص. وانا كنت سبت البطه اتبلت في البصل حوالي نص ساعه. وبعدين بقى ايه، افضلي بقى احشيها بقى كويس جدا بالمرتة اللي احنا عملناها. على فكره المرتة دي لما بتطلع في الاخر بيبقى طعمها خطير وبتخلي البط اصلا طعمه تحفه. فانت بقى جربيها، لو بتعملي البط بأي طريقة تانية جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. وبعد كده كتفتها، كانت صعبة شوية في التكتيف بس كتفتها وحطيت فيها واحدة من الكبدة عشان ايه البصل اللي فيها ما يطلعش في الشوربة لما نيجي نعملها. ورجعي الجناحات لورا وكده خلاص. انا هنا عاملة في الحلة الضغط عشان ما تاخدش معايا اي وقت. فنزلت بمية، واول ما غلت كنت مجهزة مية تانية في الكتل. نزلت عليها عشان ايه نكمل المية، لان ما شاء الله هنا الدكر معايا كبير، فكان كبير اصلا على الحلة. ونزلت بنص شوية صغيرين كده من الفلفل الاسود وشوية من السبع بهارات وسنة من الملح، وكده خلاص حاجة وخلصت منها. وتعالوا نعمل تاني حاجة، الخلطة بتاع الحمام والفراخ. هنا بقى عملت حوالي 3 بصلات كبار، من 3 بصلات كبار وضربتهم في الكبة، وهنا ضربهم في الكبة عادي. وهنا اخدت منهم معلقتين، والنص الباقي جبت عليه معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من السبع بهارات ومعلقتين من الملح، وفضلت افركه كويس جدا. وهنا هعمله كأنك بتعملي محشي بالظبط، هتفضلي تفركي فيه كويس. وبعدين جبت كوباية ونص من الرز، وهنا الرز مش مكترة عشان البصل كتير، فكده هيبقى يدوب. بصوا طعمها خطير خطير خطير. اعملوا بالطريقة دي وبلاش بقى تعتمدوا الطريقة التانية، اعتمدي بس الطريقة دي وهتدعيلي والله. فضلت بقى افرك فيه كويس، تحسي بقى ان البصل اتشرب مع الرز. كده خلاص كانت البصلة اصلا اخدت لون. خلاص يا سارة كانت البصلة اخدت لون. آه ننزلي بقى عليها وفضلي شوحيه كويس جدا. وهنا بقى تركايه كده بحب اضيفها من عندي. جبت معلقة كبيرة من الزبدة البلدي، او ممكن تنزلي بالسمنة البلدي وبنزل عليها. دي معلقة كده كبيرة وبنزل عليها وبفضل اشوح فيها بقى كويس جدا، تحس بقى ان هي اتشربت، تحس ان الرز بقى معمول بالسمنة البلدي. بفضل بقى اعمل ومبنزلش بقى بمية باردة. لا انا هنا نزلت بمية باردة انزلي بمية. انزلي بمية تغطي الرز، يعني ايه ما تغطوش قوي. شايفين اللي هو ايه، تسويه شوية، يعني انا عايزاه يبقى سوا الا الربع، يعني مش هنسويه خالص. وكده خلاص الرز كان خلص وفردته لحد ما برد خالص. وبعد كده خلاص، وانا كنت مسقفة الفرخة
فنحشي بقى على طول. اهم حاجه ان الرز يبقى معاكي بارد خالص، ما ينفعش يبقى دافي، يعني هنا هنستنى شويه. لا ده انا حشيت على طول. بصي، ما تحشيهوش الا لما يبقى دافي خالص، يعني خالص، يعني عشان ايه؟ ما يفرقعش منك. آه فافضلي بقى احشي. هنا والله العظيم هو كان دافي، مش ما انا ماسكاه بايدي اهو، فاكيد يعني كان دافي، مش عارفه بيطلع بخار ليه، بيكسفني وخلاص، بس هو والله كان دافي، انا ماسكاه بايدي وما كانش فيه اي حاجه. المهم ان انتوا ايه، تستنوا عليه لحد ما يبرد خالص. وهنا اصلا يعتبر العزومه دي جاتلي فجأة، وانا كساره ما بحبش ان انا اعمل العزومه تجيلي فجأة، لا بحب اجهز من قبلها مثلا بيوم، ابقى مجهزه بقى وعامله حسابي وكده، بس في ظروف بقى بتيجي علينا كده ان احنا ما نعرفش، تبقى جايه فجأة، فعادي يعني احنا كله تحت السيطره. إيه كده، خلاص الفراخ وحشيتها وحشيت ما بين الجلد برضو. تعالوا نحشي الحمام. والحمام حشو برضو سهل جدا، بتحشيه كأنك بتحشي ممبار بالظبط. انا بحطه، يعني انا في اوقات لما اكون مثلا مش مستعجله وكده بحشي بطنه زي البط بالظبط بعمله، بس بحط شويه على النار يتشوح، بس عشان هنا انا ما كنت مستعجله فما كانش في وقت فعملته بنفس الحشو. انا اصلا فضلت واقفه افكر اللي هو ابتدي منين او اعمل ايه مثلا، او ما كنتش مخططه لحاجه. انا بحب اي حاجه اعملها ابقى مخططه ليها، بس للاسف ما عرفتش اخطط. بس بجد والله الاكل كان خطير وعجبهم جدا جدا جدا، الحمد لله يعني. كان ولا غلطه. وده الحمد لله يعني. وبعدين حشيت الحمام. وهنا الحمام تفضلي تبططي فيه كده علشان مينفعش تمليه رز عشان ايه ما ينفجرش منك. فانت خدي بقى معلومه من فانت خدي ايه، ان انت ما تحشيش الحمام وبططيه كده، شايفه انا ببطط فيه ازاي، او تبططيه كده عشان ايه الرز ياخد راحته كده وما ينفجرش منك في الشوربه. وانا هنا بحب اسوي الحمام مهما كانت الكميه، مش بحب اسويها غير في صينيه عشان ابقى متاكده ان مفيش ولا واحده هتفرقع مني. فانتي برضو بالطريقه اللي تحبي، شايفين اصلا يعني هو بيتحشى بمنتهى السهوله. ممكن تحشي اصلا من جنب واحد وتفضلي توزعي بقى في باقي الحمامه زي ما تحبي برضو. اوعي تكون وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك في لايك وكتبتلي كومنت برايك، هزعل بجد. يا جماعه اللايك يعني مش هيفرق، ده هو يعني اضغطي اعملي لايك، خلي الفيديو ينتشر ويروح لاكبر عدد. والله بجد بتعب في الفيديوهات جدا، وفي الاخر ما مش بلاقي اي مشاهدات عليه، فده حاجه تزعل يعني. انا كده باحبط مش بتشجع. فشجعوني واعملوا لايك واكتبوا كومنت حلو برايكم. وهنا بقى بملح الشوربه شويه من الفلفل الاسود شويه من السبع بهارات، ونسيت انزل بورق لوري ومستكه، فانت انزلوا بيها. وهنا بقى هعمل كوسه باللحمه، بجد وعملت لها خلطه حولتها في حته تانية خالص، اعتمدوها يا جماعه في العزايم، خطيره. جبت بقى نص كيلو لحمه عصقته، واخدت نص كيلو، اخدت ربع كيلو عملته مش ربع كيلو، اخدت شويه كده عملت بهم. الكوسه دي اصلا مش تاخد لحمه مفرومه كتير، وتيجي تاكلي فيها تحسي ان انت اصلا بتاكلي لحمه مفرومه كتير. والباقي الاكتر كنت عاملاه في الجلاش. وهنا بقى جبت 3 طماطميات، واحده من البصل وفصين توم وشويه من الشبت على البقدونس، وفرمتهم في الكبة وعملتها ني في ني، كانت ايه خطيرة. حطيتها بقى على النار، واول بقى ما دخلت في السوا دخلتها الفرن وكده خلاص. تعالى لما نعمل الجلاش. وهنا يا جماعة انا اول مرة اعمل جلاش واسقي شوربة، بجد ايه ده يا جماعة، احلى من اللبن والبيض، بجد والله العظيم خطير خطير خطير. عجبني جدا عن اللبن والبيض، وكان خفيف ومقرمش كده من بره، ومن جوه كان طري وكان طعمه تحفة. هنا دخلتها في الفرن، واول ما اخدت حسيت من تحت ان هي بدأت تدخل على اللون الذهبي، نزلت بقى بالشوربه. وهنا كأنك بتعملي بسبوسه، اول ما تنزلي بالشوربه تحسي ان هي بتتشرب كده بسرعه، لا خطير بجد. وده بعد ما دخلتها الفرن شويه، جبت بقى دهنتها بشويه من الزبده وعشان تاخد لون كده وتبقى شكلها حلو في الاخر. وهنا عملت شويه رز بشعريه،
واهم حاجه في الرز ان انت تنزلي لو بتعملي كميه ان انت تنزلي بميه سخنه عشان ما يعجنش منك، واديله تقليبه وغطي عليه. وكده خلاص خلصت. الحمد لله. عملت صينيه بطاطس، محبتش ان انا اعملها لان عملتها معاكم كتير. وهنا اول ما الجلاش طلع واخد لون خطير ازاي، بنزل عليه بقى بمسحه كده من الزبده، بتديله لون تحفه زي ما انتم شايفين. وهنا الحمام شايفين خطير ومفرقعش الحمد لله. وطلع خطير. اول بقى ما ياخد لون انا بنزل عليه بظهره اول، وبعد كده بنزل على بطنه. و... وهنا بقى البتاع اللي انا بعمل بها دي حزينه. مكانتش نافعه يتقلب. وبعد كده بقى نرص رصي بقى البتاع بعد ما طلع الكوسه شايفين خطيره وكان طعمها تحفه. بحب اعملها مش بتاخد لحمه كتير، في نفس الوقت بتبقى صنف موجوده على السفره وبيشرف كده وبيبقى طعمه حلو. فهنا بقى رصي بقى بالطريقه اللي انت تفضليه، ولو بتعملي اطباق حطي لكل واحد 2 مثلا في طبقه وكده خلاص. انا هنا رصيته، وبعدين جبت اللي في النص ده وحطيته في النص، وبعدين رصيت عليهم المتبقي. وطبق شكله خطير. اكتبوا لي بقى العزومه دي تاخد كام من 10، عشان اصلا لسه عاملاها النهارده وبسجل لكم في نفس اليوم، عشان ان شاء الله انزل لكم الفيديو بكره عشان ما اتاخرش عليكم اكتر من كده. فقدروا تعبي بقى واعملوا لايك وشير لاصحابكم. بقول لكم اهو. رشه بقى شويه رشه من الشبت على البقدونس، وانا اسفه لو صوتي تعبان شويه. ودي صينيه الجلاش شايفين مورقه وخضرا ازاي، بتكلم عن نفسها يا جدعان. وهنا البط حطيتها تحت الشوايه بعد ما استوت، اخدت في حاله الضغط حوالي 20 دقيقه او اكتر شويه مش فاكره بصراحه. وخلاص هزينها بشويه من البرتقال، او ممكن ما تزينهاش تستكفي كده. وخلاص شكله بيبقى خطير. بس انا عملت كده عشان التصوير، وبعد كده عملت لكل واحد قطعتها وحط لكل واحد مثلا حته فرخه وحته من البطه وحمامه. حبيت ان انا احط كله وجبات، يعني كل واحد وجبته كده تبقى قدامه عشان ايه ياخدوا راحتهم اكتر. وبس كده. وده الحمام خطير، ودي الفرخه شايفين لونها وشكلها خطير. لا دي وقعت هنعدلها بس. وشكلها تحفة تحفة تحفة، وطعمها بجد ايه خفيفة في نفس الوقت شكلها حلو، وطعمها كان خطير. ودي كانت عزومتي سهلة وسريعة، وجاتلي كده على غفلة، بس كانت ايه احنا قد السيطرة وعملناها. كانت خطيرة خطيرة خطيرة. وهوريكم كمان السفرة في الاخر كان شكلها خطير ويشرف ازاي. نسينا رشة الشبت على على البطاطس. هم كانوا مبهورين بالبطاطس. يا جماعة اعملوا بطريقتي. عملتها في فيديوهات كتير بس كان طعمها خطير. ودي كانت عزومتي. امشوا بطريقتي والله على ضمانتي، والعزومة تشرفكم في اي حتة. هنا بقى جبت طبق ونزلت بشوية من المكسرات وشوية من الزبيب، وبقلب الطبق وكده الرز بيبقى شكله حلو على السفرة. وعملت شوية شوربة لسان عصفور وبس كده. بحبكم في الله، مع السلامة.